يعني انت عايز تقنعني ان انت هتدخل الموسم من غير ساكا ومن غير جيوجرس اللي هو راس الحربة بتاعهم؟ طب ما هو الاتنين دول يا شباب عندهم مباراة سهلة اللي هي المباراة التانية مع ليدز يونايتد. يعني هتبص تلاقي نفسك المباراة التانية على طول لو انت ما جبتش واحد زي ساكا وواحد زي جيوجرس في بداية الموسم. هتلاقي نفسك ان انت في المباراة التانية بتدور ان انت تشتري واحد منهم او اتنين. فريق هيلاعب ليدز يونايتد، فريق لسه صاعد حديثا. طبعا كل الناس هتبدا تدور فين ساكا فين كيوجريس. عايزين نعمل واحد منهم كابتن في المباراه الثانيه امام ليدز يونايتد. طب ما انا خلاص عملت الخطه، ما كانوش معايا في التشكيله من بدايه الموسم. طب اعمل ايه؟ طب هل اعمل سوالب ولا استخدم خاصيه وايلد كارت ولا استخدم فري هيت ولا اعمل ايه؟ وطبعا ده مش صحيح ولا ينفع في اللعبه انك تبدا بعد الجوله الاولى تعمل سوالب، او ان انت تحس ان انت اخترت تشكيلتك غلط. كمان يا شباب، هو انت يعني متوقع او في دماغك ان واحد زي جيوجلس وواحد زي ساكا، حتى لو عنده مباريات صعبه، خليك على فرض مثلا هيلاعب استون فيلا او هيلاعب تشيلسي او هيلاعب اي فريق كان. يعني هو هيبدا اول مباراه مع مان يونايتد. يعني هو صعب على ساكا انه يهدف في فريق زي مان يونايتد، او صعب على جيوجرس انه يهدف في نفس الفريق. طب هو صعب على واحد زي ساكا وجيوجرس ان هم يهدفوا في دفاع ليفربول، اللي شفنا واحد زي ماتيتا في كريستال بالاس، وشفنا ناس كتيره بتسجل فيهم اهداف. طب هو صعب على ساكا وجيوجرس ان هم يحطوا اهداف في دفاع مانشستر سيتي اللي هو سهل؟ طب هو صعب على جيوجرس وساكا ان يحطوا اهداف في اي فريق إن كان؟ اذا يا شباب انا شايف ان انت راجل هتيجي تختار تشكيلتك. عشان تختار تشكيلتك صح، ادي قدامنا التشكيله فاضيه لسه ما اخترناش فيها ولا لاعب. وضع طبيعي ان واحد زي بيوجرس وساكا هيلاعبوا ليدز يونايتد الجوله الثانيه، وهبدا ادور عليهم لان المتوقع ان الناس دي طبعا تحرز اهداف كتير في فريق لسه صاعد حديثا. يبقى من دلوقتي ادي قدامك الملعب فاضي اهو. يبقى اول حاجه تختار قبل ما تعمل اي حاجه، نختار ساكا كلاعب خط وسط، ونختار معاه يوجرس كراس حربة، ويكملوا معانا لنهاية الموسم، لأن دول مش هيفرق معاهم في أي فريق بيلعبوه. وانا اتوقع ان ساكا وجيوجرس على مستوى الارسنال وشفناه اخر مباراه امام بايرن ليفركوزن، ان الاثنين دول هيكون لهم مساهمات كتيره الموسم ده، وهيكونوا من اهم اثنين لعيبه في الفانتسي. واتوقع ان سعرهم هيرتفع جدا 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 بعد اول جوله او تاني جوله، وخاصه تاني جوله. يعني الناس اللي مش هتقدر تشتريهم تاني جوله، اول جوله هتبص تلاقي ان اغلب الناس بدات تشتري واحد زي ساكا، تشتري واحد زي جروجروس علشان خاطر تعملوا كابتن في الجوله الثانيه. فانا بقول لك من دلوقتي من غير ما تفكر، اول اختيار ليك يكون ساكا كلاعب خط وسط، وجيوجريس اللي هو كلاعب راس حربة. اذا يا شباب دول اول اختيارين لازم تفكر فيهم. طيب كمان انا عندي كمان واحد مدافع. كمان لما تبص لحته الدفاع، انت عندك واحد زي دفاع الارسنال اللي هيلاعب فريق زي ليدز يونايتد الجوله الثانيه، متوقع يعمل كلين شيت. ومتوقع كمان الفريق ان ممكن حد من المدافعين يحرز اهداف. عندك افضل اثنين مدافعين ممكن تعتمد عليهم في الجوله الثانيه من الارسنال، هو اما جابرييل اللي هو المدافع الراجل اللي هيلعب اساسي، الراجل اللي بيطلع بيخطف بالهيد، واما بين وايت الراجل اللي بيعمل مساهمات هجوميه كتير وبيصنع وبيهدف. وان كنت شايف ان جبريل افضل، ان ممكن في مباراه زي ليدز يونايتد ممكن نشوف واحد بصراحه زي جبريل بيخطف هدف بيعمل حاجه. يعني توقع او تخيل نفسك ان انت معكش جبريل، وتبص تلاقي واحد زي جبريل بيلاعب فريق زي ليدز يونايتد الجوله الثانيه، الراجل طلع كلين شيت بست نقاط. طبعا قدر يحصل على مثلا يخطف هدف من ضربات الراس، لان هيكون في ضربات ركنيه كتيره هنشوفه بيزيد كتير. خليك مثلا انه خطف هدف، طبعا احنا مش بنقول هيخطف ولا بنقول هيطلع كلين شيت، بس وارد يحصل الكلام اللي احنا بنقوله. فتبص تلاقي واحد زي جابرييل او واحد زي بن وايت او واحد ايا كان من دفاع الارسنال خطف هدف في المباراه دي وطلع بكلين شيت وطلع ببونص نقطتين ولا ثلاثه، وطلع كمان بنقطتين اللي هو في النظام الجديد اللي هو العشر، اللي بيقطع تقريبا 10 كور من المدافعين بيتحسب له نقطتين زياده. فتبص تلاقي واحد مدافع من الارسنال طالع له ب 13 نقطه، والمدافع الثاني طالع ب 15 نقطه، والمدافع الثاني طالع ب 18 نقطه. وانت عملت نفسك ان انت مش شايف، وقلت راح اشتري مدافعين بسعر رخيص عشان اوفر عشان الهجوم. مع ان في الحاله دي ممكن المدافعين يكونوا يعني في بعض المباريات يجيبوا اكتر من المهاجمين. فانا شايف ان افضل اختيار ثالث يكون ليك، انا عن نفسي هختار جابرييل. يبقى عندك اول ثلاثه كده بالترتيب يا شباب: ساكا كلاعب خط وسط، جيوجرس تاني لاعب، ثالث لاعب بقى زي ما بقول لك اللي هو جابرييل.
كده اخترنا الثلاثه الصح يا شباب لو انت عايز تبدا الموسم صح من غير ما تفكر، والثلاثه دول هيستمروا معاك لنهايه الموسم. دفاع الارسنال هيكون من اقوى الدفاعات، فريق زي الارسنال معروف انه هينافس على الدوري، فريق زي الارسنال هيكون من اكتر الفرق اللي بتحرز اهداف الموسم ده، مع اكتر الفرق اللي بتطلع كلين شيت. سيبك من اول كام مباراه اللي هم صعب عليهم، ولكن اتوقع ان هيطلع منهم برضه مباراه او اتنين كلين شيت، وهيحرزوا اهداف في كل المباريات اللي هيلعبوها، لان المباريات دي بتكون مفتوحه وبتكون سهله، اسهل لساكا واسهل لواحد زي جروبيوس من المباريات المقفوله اللي بيكون الفريق يعني مقفل دفاعاته قدامهم. فدول افضل ثلاث اختيارات يا شباب، علشان ما تلاقيش نفسك ان انت في تاني جوله بتتعب ومحتار وعايز تجيب ساكا وعايز تجيب جيوجروس. تمام يا شباب. طيب دول اول ثلاث اختيارات زي ما انت شفت كده. الاختيار الرابع اللي معاك اوتوماتيك من غير ما تفكر، الراس الحربة الثاني بتاع ليفربول اللي هو ايكيتيكي. واحد هيقول لي طب ليه مش واتكنز، طب ليه مش هالاند؟ لا ايكيتيكي، لان احنا يا شباب مش هناخد محمد صلاح في التشكيله دي لاسباب كتيره. زي ما قلت لك عشان انت تظبط تشكيلتك ابعد عن واحد زي محمد صلاح، لان واحد زي محمد صلاح واحد زي هالاند طبعا هيبوظوا التشكيله خالص، هيخلوك ان يكون عندك نقص كتير في الفريق. وانا مش محتاج ان يكون عندي نقص في الفريق، انا بالعكس انا محتاج ان ال 15 لاعب يكونوا 15 لاعب مميزين، علشان انا بلاقي نفسي مزنوق في وسط الموسم، مزنوق في مباراه عندي لعيبه مش بتجيب نقاط كويسه، عندي مدافعين ب 4 مليون، عندي لعيبه خط وسط ب 5 مليون، عندي المهاجمين ب 4 مليون، كل دول ما بيجيبوش نقاط يا شباب، واحنا عارفين الكلام ده. علشان كده يا شباب الاختيار الرابع اللي لازم يكون اختيار صح بالنسبه لك، واحد زي ايكيتيكي اللي هو راس حربه ليفربول. الراجل ده من ساعه ما لعب مع ليفربول في المباريات التحضيريه ولعب مباراه اللي هي مباراه كاس السوبر، الراجل قدر يحرز هدفين، احرز هدف وقدر يحرز تقريبا هدفين ويصنع هدف لحد دلوقتي، والراجل لسه مع انه ما انسجمش في الفريق ودخل في الفورمه، لكن الراجل في الفتره اللي جايه طبعا هيخدم عليه واحد زي فيرتس في نص الملعب، هيخدم عليه واحد زي جاكبا، هيخدم عليه واحد زي سوبوسلاي، هيخدم عليه واحد زي الكينج محمد صلاح. فطبعا لاعب زي ده زي ايكيتيكي او ايكيتيكي طبعا على ما اظن ان هيحرز اهداف كتير الموسم ده، وزي ما قلت لك نفس الكلام اللي قلناه على الارسنال، هو يعتبر من اقوى الفرق هجوميه وهتحرز اهداف كتير، نفس الكلام على ليفربول، ما فيش مباراه تعدي من غير ما يحرز اهداف، وهيكون فيها مشاركات لاكثر اللعيبه. عشان كده انا مش محتاج محمد صلاح معايا في التشكيله دي، انا كل اللي محتاجه ايكيتيكي كراس حربه تاني مع جيوجريس. اذا انا عندي لحد دلوقتي اثنين راس حربه مميزين على ما اظن. اسمع بس التشكيله كمل معايا الاخر، لما يكون معاك جيوجريس ومعاك ايكيتيكي اثنين مميزين في اللعبه واثنين بريميوم، معاك ساكا لحد دلوقتي في نص الملعب فهو كمان لاعب بريميوم، اذا انت عندك ثلاثه لاعيبه بريميوم لحد دلوقتي. كمان احنا اخترنا جابرييل في الدفاع ادي رابع لاعب، فانت عندك بتمتلك اربعه بريميوم لحد دلوقتي، واحنا لسه بنقول يا هادي في التشكيله وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده يا شباب. طيب اللاعب الخامس اللي انا مغمض كده اشتريه، والخامس والسادس مع بعض يا شباب علشان يعوضوا محمد صلاح، انا شايف ان التشكيله الصحيحه ان انت تاخد مع ايكيتيكي، هناخد اللاعب الخامس فيرتس. فيرتس يا شباب اخر مباراه شفناه الراجل بيحرز بيصنع هدفين وكان اقرب انه يحرز هدف، والمباريات الوديه برضه قدر يحرز هدف. يعني واحد زي فيرتس هنشوف ليه مساهمات كتيره زي محمد صلاح، بالعكس ممكن يكون اخطر من محمد صلاح لانه هيكون صانع الالعاب الرئيسي، هيكون قريب لل 18 اكتر من محمد صلاح. وزي ما قلنا قبل كده مش محمد صلاح مش هياخد الكره من قدام المرمى بتاعه يرقص الفريق كله ويروح يحرز هدف، كده كده لازم في حد من الناس اللي احنا بنقول لك عليها هتساهم مع، يعني اي مساهمه لمحمد صلاح تاكد ان هتكون طالعه من فيرتس ايكيتيكي جاكبو. فاحنا هناخد الثلاثه دول عشان نتقي شر محمد صلاح، في نفس الوقت الثلاثه دول بمساعده محمد صلاح اساسا هتستفيد من نقاط كتير، يعني نقاط فوق ما تتخيلها. عشان كده اللاعب الخامس اللي معانا يا شباب فيرتس اللي هو لاعب ليفربول، والراجل ده هنشوف من وراه مستويات كويس. اذا لحد دلوقتي ده خامس لاعب معاك بريميوم، دي حاجه مميزه. اللاعب السادس يا شباب جاكبو. جاكبو كمان هيدخل معانا في التشكيله، عشان زي ما بقول لك لان انا ضامن ومتاكد ان فريق زي محمد صلاح وفريق يكون معاه مثلا فيرتس ومعاه جاكبو ومعاه ايكيتيكي، انا متاكد ان الناس دي هتحرز مساهمات كتيره طول الموسم. عشان كده من دلوقتي انا بقول لك خد الثلاثي مره واحده عشان تضمن. يعني تخيل ان الثلاثي دول بيلعبوا امام بورنموث في مباراه الافتتاح، لو قدر يفوز الفريق 3-0 طبعا بورنموث بيبقى فيها نقص كتير حاليا بعد يعني اغلب اللعيبه الكويسه باعوها وفي عندها اصابات كتير، فانا اتوقع ان فريق زي ليفربول ممكن يفوز 3-4-0 في مباراه الافتتاح، ويكون واحد زي فيرتس واحد زي جاكبو واحد زي ايكيتيكي بيحرزوا اهداف كتير. محمد صلاح برضه ممكن يساهم عادي ما فيش مشاكل يا شباب، بس حتى مساهمه محمد صلاح قصاد الثلاثي دول مش هتكون بنفس قوه ما انت تاخد الثلاثه دول. اذا اللاعب رقم 6 هو جاكبو. اذا يا شباب انت لحد دلوقتي معاك 6 لاعبين بريميوم، خلي بالك للتشكيله عشان انت هتكمل هتلاقي ان اللعيبه لحد الاخر هي كلها بريميوم. اذا اللعيب يا شباب زي قلنا اللاعب الساتت اللي هو جاكبو، لحد دلوقتي يا شباب التشكيله معاك 100 100. هناخد اللاعب بعد كده
طبعا كمان يا شباب، عشان نأمن دفاعنا كويس جدا جدا وما نلاقيش نفسنا مزنوقين في نص الموسم، فاحنا هناخد مع واحد زي جبريل، هناخد واحد زي مدافع زي بيدرو بورو. اظن لا مفيش كلام عليه، مدافع بريميوم. انت معاك جبريل مدافع بريميوم، معاك بيدرو بورو مدافع بريميوم. اذا انت تمتلك لحد دلوقتي اثنين مدافعين بريميوم. كمان بيدرو بورو عنده مباراة افتتاح سهلة في بداية الدوري. الراجل كمان عنده زي ما قلت لك في اول 7 8 مباريات عنده بس هي مباراة واحدة اللي هي مانشستر سيتي اللي هي صعبة، لكن السبع مباريات اللي بعد كده او الستة كلهم مباريات سهلة. فيهم مباراتين هيقابل فيهم بيرلي وساندرلاند تقريبا او ليدز يونايتد. يعني واحد زي بيدرو بورو بيساهم مهاجمات كتيرة، فانت هتستفيد منه كتير. لحد دلوقتي يا شباب هتمتلك 7 بريميوم في الفريق، يعني دي حاجه مميزه. انت كده كده محتاج 11 بس، فما بالك لما اديك ال 15 لاعب يكونوا بريميوم في الفريق، فدي حاجه كويسه. طيب هنختار مين بعد كده يا شباب؟ راس الحربة الثالث على طول بعديهم على طول احنا خدنا جيوجروس وخدنا ايكيتيكي. هناخد بوين. ليه بوين؟ احنا هناخد بوين مباراة الافتتاح بس يا شباب، وهنستبدله بواتكنز ان شاء الله في الجولة الثانية، لان بوين عنده جولة سهلة. اول الافتتاح هيلاعب ساندرلاند جميع المباريات التحضيرية اللي لعبها بيتهزم بالثلاثة وباربعة صفر. يعني واحد زي بوين اتوقع انه ممكن يعمل دبل ديجيتال في مباراه زي دي، ممكن يحرز ويصنع او ممكن يحرز هدفين. علشان كده انا شايف ان واحد زي بوين في مباراه الافتتاح او في الخروج، يعني انت خد واحد منهم. يعني هو في الخروج بالنسبه لك اختيار كويس، بوين اختيار كويس. يعني انت لو حبيت تاخد واحد زي في الخروج وتخلي فلوس زياده معاك في نص الملعب ماشي، حبيت تاخد واحد زي بوين وتخلي فلوس برضو كتيره معاك اللي بعد كده عشان المباراه الثانيه، لان زي ما قلت لك احنا هناخد بوين او في الخروج في الافتتاحيه، على اساس ان الفلوس اللي هتتبقى الزياده ان شاء الله هنختار بيها على طول واتكنز في الجوله الثانيه. هيكون لان الفرق بين بوين وواتكنز مليون واحد بس. واساسا التشكيله اللي انا بقول لك عليها البريميوم دي كلها وجنب مجموعه النجوم اللي هم معاك دول، ومع ذلك هتوفر فلوس معاك في الاخر. يعني الكلام اللي احنا بنقوله ان شوف ما شاء الله كل اللعيبه اللي بنقولها بريميوم ومع ذلك هتوفر معاك فلوس، دي حاجه صعب تحصلها او تشكيله صعب ان انت تحصل زيها. اذا يا شباب اللاعب اللي هيكون بعد كده تقريبا لاعب رقم 8 هو بوين في التشكيله. هناخد معاه كمان يا شباب في نص الملعب باكيتا. ليه باكيتا؟ لان باكيتا اخر 3 مباريات تحضيريه الراجل ما شاء الله احرز حوالي 3 4 اهداف مع صناعه مع عدد ضربات الجزاء. الراجل مستواه كويس. هيلاعب ساندرلاند هو بوين في مباراه الافتتاح، عايز استفيد باكبر عدد نقاط. اتوقع المباراه هتطلع 3 4 0 في مصلحه ويست هام اول مباراه. علشان كده انا عايز واحد زي بوين وعايز واحد زي باكيتا في اول الافتتاح او في الخروج على اساس استفيد باهداف كتيره. لحد يا شباب لحد دلوقتي اللعيبه كلها مميزه واللعيبه كلها بتجيب نقاط. طيب مين بعد كده يا شباب؟ اللاعب اللي احنا كده اخترنا الثلاثه المهاجمين، ايكيتيكي، جيوجروس، طبعا بوين او في الخروج على حسب راحتك لو حبيت تعلي في نص الملعب على حساب دول. بس انا شايف يعني بوين كويس وفي الخروج كويس، هما الاثنين في الخروج برضو الراجل كل المباريات التحضيريه بيقدر يحرز فيها اهداف. طيب اللاعب اللي بعد كده يا شباب اللي هو اللاعب تقريبا رقم 9 امادو ديالو من مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد عندها مباريات سهله بعد اول مباراه وهتقابل بيرلي في الجوله الثالثه. واحد زي امادو ديالو احنا هندور عليه كتير بعد كده، وخاصه الراجل الموسم اللي فات كان من هدافين الفريق والراجل كان مقدم موسم ممتاز. فواحد زي امادو ديالو من مانشستر يونايتد لازم يكون معايا. يبقى لحد دلوقتي يا شباب ما شاء الله على التشكيله مش هتلاقي فيها اخطاء خالص. عندي طبعا اخترنا 2 مدافعين بس اللي انا زي ما قلت لك جابرييل وبودرو بورو اللي هم بريميوم. هنختار ال3 المدافعين اللي بعد كده برضو مميزين. يعني هناخد قدامك اكتر من اختيار، اما تاخد وان بيساكا اللي هو مدافع وست هام، او تاخد بابا ديوف اللي هو مدافع وست هام. الراجل عنده اول مباراه سهله وتاني مباراه حتى لو عنده مباراه صعبه هنقعده على الدكه وهنستفيد منه بعد كده في مباريات كتيره سهله. بس انا شايف ان بابا ديوف افضل من وان بيساكا، وان كان الاثنين بصراحه الموضوع محير والاثنين هتستفيد منهم في النقاط سواء ده او ده. الاثنين سعرهم 4.5 مليون، الاثنين عندهم مباراه سهله مباراه الافتتاح، الاثنين هتستفيد منهم طوال الموسم بنقاط كتيره. عندنا كمان المدافع الرابع اللي هو دورجو اللي هو مدافع مانشستر يونايتد. الراجل سعره 4.5 مليون، بس الراجل ما شاء الله في كل المباريات بيلعب كجناح ما بيلعبش مدافع. الراجل نازل في اللعبه مدافع ومع ذلك بيلعب جناح وبيحرز اهداف كتير باستثناء اول مباراه اللي هيقابل فيها الارسنال. اتوقع ان اللاعب ده هيلعب مباراه بيرلي كامل وهيلعب المباريات اللي بعد كده اللي تكون امام فولهام، وفي اكتر مباراه هنشوفه بيشارك وبيحرز اهداف. عشان كده المدافع ده من اهم اللعيبه اللي تخليه معاك، هتستفيد منه بعد مباراه الارسنال. بعد اول مباراه لمانشستر يونايتد هتستفيد باللاعب ده كتير. المدافع الاخير اللي معانا يا شباب بعد كده زي ما قلت لك عندنا بيدرو بورو هو اينا.
اين اظن برضو مدافع بريميوم، يعني عندك ما شاء الله 3 مدافعين بريميوم، اللي هو اولي اينا مدافع نوتنغهام فورست. ما ينفعش ندخل بفريق زي نوتنغهام فورست من غير ما يكون عندنا مدافع منهم قوي، سواء انت عايز اينا عايز ميلونكوفيتش. على فكره الميزانيه اللي معاك فيها اريحيه وفيها فلوس كتيره، تقدر تجيب واحد زي ميلونكوفيتش، تقدر تجيب واحد زي اولي اينا في اي وقت. براحتك، عايز تجيب ده ماشي، عايز تجيب ده ماشي، مش هتفرق معاك. الاثنين بعد كده يا شباب اللي هم حراس المرمى، برضه انا بختار لك 2 حراس مرمى بريميوم، فيكاريو حارس مرمى توتنهام، وسيلزا حارس مرمى نوتنغهام فورست. والاثنين ما شاء الله عندهم مجموعه مباريات سهله زي ما قلت لك قبل كده. الاثنين عندهم 4 مباريات من اصل 7 هيلعبوا فرق صاعده لسه حديثا. يعني واحد زي فيكاريو في اول 7 مباريات عنده مباريتين سهل، اللي هو بيرني وبيرلي تقريبا، تقريبا ساندرلاند او ليدز يونايتد. نفس الكلام واحد زي سيلز عنده مباراتين سهله، ساندرلاند تقريبا وليدز يونايتد او بيرلي. فانت عندك 4 مباريات من اصل 7، ضامن ان حراس المرمى هيجمعوا لك فيهم كلين شيت، فدي حاجه مميزه. واحد هيقول لي انت روح فين بقى لعيبه مانشستر يونايتد؟ مانشستر يونايتد المشكله معاهم في المدرب بتاعهم، احنا مش عارفين مين اساسي ومن احتياطي باستثناء هالاند. وهالاند طبعا سعره اعلى، عشان راح اجيب واحد زي هالاند فانا مش هستفيد منه. وعامه فريق مانشستر لسه مش عارفين مين اساسي ومين احتياطي، فكل الناس بتبعد عنه من دلوقتي. نخش على الفريق اللي بعد كده فين. تشيلسي مش موجود معاك ليه؟ كول بالمر من الموسم اللي فات لحد دلوقتي انا مش شايف مستواه كويس، اما اعتماد على نيتو اما اعتماد على جواو بيدرو. انا زي ما قلت لك، انت اول مباراه هيكون عندك باكيتا وهيكون عندك واحد زي في الكروج او بين في التشكيله، استفيد منهم اول مباراه، وبعد كده هيكون عندك الاثنين دول تقدر تبيع على خلال جولتين، تتخلص من واحد زي بوين وتشتري واحد زي واتكنز او جواو بيدرو على حسب راحتك. يعني جواو بيدرو او واتكنز سهل يدخلوا معاك التشكيله. كمان خط الوسط ممكن تشتري نيتو، او تشتري لو حابب برضه تشتري بالمر، انت ممكن برضه هيكون معاك متوفر. يعني انت لو بحت بوين ب8 وجبت مثلا راس حربة متوسط شويه وحطيت الفلوس الزياده اللي معاك، هتقدر تكون معاك بالمر باريحيه. ولكن انا ما افضلش بالمر، انا افضل نيتو، الراجل اللي بيحرس كل المباريات والراجل اللي ما شاء الله مقدم مستويات مرعبه. طبعا يا شباب دي انا شايف ان هي افضل تشكيله تبدا بيها الموسم. وانت بقى براحتك شوف اللي يريحك. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.